بصراحة مستوى الموسم الأول من Dune Prophecy ما كانش مشجّع خالص بالنسبة لي إني أعمل عنه فيديو، باختصار كنت بادئ المسلسل بحماس كبير أوي، بس مع مرور الحلقات بدأ يُستبدل بزهق وإحباط، بس نوعًا ما الحلقة الأخيرة ساهمت في إنها ترجّع شوية حماس صغيّرين كده، فده مش الفورمات المعتاد بتاع المراجعات هنا على القناة، بس هاتكلّم بسرعة كده عن الموسم مش أكتر. الحدوتة بتاعة Dune Prophecy بتبدأ قبل أحداث الفيلم الأول بحوالي 10,000 سنة، لسه البشر خارجين من حرب طاحنة قدروا يقضوا فيها على عدو سموه بالآلات المفكرة، وفي وسط الحرب دي بتبرز سيدة نوعًا ما بقدرات خاصة وبأهداف دفينة، بتنشئ مدرسة هدفها الظاهري هي تعليم قدراتها الخاصة ديّة لمجموعة من البنات المختارات، لكن في الباطن بتهدف لتكوين شبكة تسيطر بيها على حكام الإمبراطورية كلها، وبننطلق بقى مع بنتين من بنات المدرسة دول وهُم فاليا وتولا لتحقيق رؤية معلمتهم في الوقت اللي بيظهر فيه خطر شديد بيهدد إنه يدمر كل اللي I run بيبنوه. a school for young women. We're not a threat to anyone. أنا باقرأ حاليًا رواية دون، وحقيقي أنا عندي كَم شغف مش طبيعي لأي حاجة متعلقة بجانب سيدات البene Gesserit وقدراتهم عمومًا، وده شغف يمكن بدأ بالنسبة لي من أول ما شُفتهم في فيلم دون الأول، وهُم كده داخلين قصر ليتو أتريدس متغطيين بالسواد من راسهم لرجليهم، بشكل اللي بيدّيك انطباع بالغموض والقوة والخطورة، ومع الجزء التاني أصبح واضح قد إيه الجماعة دي قوة أساسية بتحرك العالم كله من ورا الستار. عشان كده كنت مستني المسلسل جدًا، وداخله بآمال وتوقعات ضخمة بتناسب مع قدر الملحمية اللي بيتمتع بيها جانب الBene Gesserit في الرواية. لو هاعترف للمسلسل بحاجة هتبقى إنه عرف يرضي جزء كبير من الفضول ده، ولو فصلنا جانب تقديم الجماعة لوحده عن باقي المسلسل، فبالفعل هم اتقدموا حلو، وطابع الخطورة والأسرار والمؤامرات اللي بتُحاك في السر كان طاغي أوي على جو المسلسل، وده بشكل كبير خلّاني قادر أتخطى الملل المصاحب لانعدام الأحداث تحديدًا في أول 4 حلقات. وبالحديث عن الجماعة برضه فبطلاتنا فاليا وتولا شخصيات مكتوبين حلو إلى حدٍ ما، يعني سهل ترتبط بالback story بتاعة كل واحدة منهم، وتتفهم انتقالهم من بنات سيد عائلة الهاركونن لاتنين من أهم السيدات اللي بيديروا الإمبراطورية، لأ وبيخططوا علشان يخلّوا واحدة من الجماعة بتاعتهم تكون هي الإمبراطورة كمان. وهادّي credit برضه إن المسلسل وسّع نظرتي لعالم كثيف، هو مش بس كوكب أراكس المليان بالرمل والمخاطر، لأ إحنا اتنقلنا بين كواكب وأماكن مختلفة أظهرت قد إيه العالم ده ضخم. لكن ده كله ما كانش كافي علشان يغطي على الكتابة المتخبطة لأحداث الموسم القصير، وهنا مشكلتي الأكبر إن الموسم قصير أوي 6 حلقات بس، قُلت أكيد ما كانوش كفاية علشان يتقدم فيهم كل اللي اتقدم ده، باختصار إحنا محتاجين نقدم عالم ضخم، نقدم شخصيات هتبقى محورهم طبعًا جماعة الBene Gesserit، لكن حواليهم أطراف مهمة كمان زي أعضاء القصر الإمبراطوري أو زي جانب الشر بتاعنا، محتاجين نخلق علاقات ما بينهم علشان نبرر الحاجة لوجود الخطط والمؤامرات اللي هي في حد ذاتها محتاجة وقت وذكاء علشان نحس بقيمتها ومدى خطورتها. الموسم الأول من Dune Prophecy بياكل أكتر بكتير من اللي يقدر يهضمه، وبالتالي ظهرت الكروتة وظهر التخبُّط من أول حلقة، إيه هي العناصر اللي محتاجين نركّز عليها، وإيه هو كم الوقت المناسب اللي هنقدّمه للتركيز ده، وبالتالي نتج عنه أحداث المفروض تكون ملحمية ومؤثرة بتمُر كإنه عادي، ما هي بتحصل كل يوم، إيه الجديد يعني؟ ففي أوقات كتير المسلسل بقى فاتر وأحداثه باردة وشخصياته بتدّعي القوة والبأس، بس مش ده اللي بيوصل على الشاشة. ده كُلّه كوم بقى والحوارات كوم تاني. كنت لسه باشوف مقابلة بين المُخرج لوكا جواديجنينو ودينيس فيلينوف اللي هو مُخرج أفلام Dune، وكانوا بيحكوا عن محاولاتهم الكتير علشان يقللوا من استخدام الحوار في أفلامهم، وعبّر فيلينوف عن أسفه إنه لجأ لحوارات كتير في أفلام Dune علشان يشرح العالم بتاعه، لإنه ما لقاش طريقة تانية يستبدل الحوارات دي بيها. في المسلسل بقى الحوارات مش بتقف لحظة، كل حاجة بتتشرح وبتترمي في وشّك بأغبى وأبسط طريقة ممكنة، شخصيات كاملة بيتحكي الماضي بتاعها من خلال 2 قاعدين في مكانٍ ما وبيتكلموا، وده حسسني قد إيه المسلسل محدود ومليان بالكسل ودايمًا بيلجأ للحلول السهلة. بالمناسبة ده بيحد جدًا من قدرات الممثلين اللي كلّهم تقدر تشوف إنهم شاطرين ويقدروا يقدّموا أكتر من كده، لكن كسل الكتابة دايمًا كان بيحدّهم، ومع ذلك مش هاقدر أقول غير إنهم عملوا اللي يقدروا عليه في إن هم ينقذوا شخصياتهم ويعتبروا كمان من نقط قوة المسلسل. حاجة كمان برضه هاتكلم عليها وهي التجربة البصرية اللي شاربة كتير من الأُسس اللي أرساها فيلينوف في الفيلمين بس بشكل أرخص وأقل جودة، تحس إنها تليق بمسلسلات من 6 أو 7 سنين فاتوا مثلًا. اللي هيخلّيني أرجع إذا كان في مواسم تانية هي حلقة النهاية مش أكتر، علشان حقيقي كانت ممتعة وحماسية ومليانة أحداث، تحس إنهم كانوا كسلانين في المسلسل كله، بس قالوا نختم حلو علشان الناس ترجع للمواسم الجاية، أو إن الموسم كله على بعضه كان عبارة عن جس نبض لمدى تقبُّل المشاهدين للعالم ده مثلًا، وبيوفّروا كل جهدهم للمواسم الجاية، which is حاجة مش منطقية نظرًا لشعبية أفلام Dune. عمومًا أتمنى في الموسم الجاي يكون في مجهود أكبر من كده في الكتابة بما يليق بعظمة العالم
الموسم ده وبمدى غموض وخطورة البene Gesserit، لإن حقيقي أنا عايز أحب المسلسل ده، لكن الموسم الأول في أفضل أحواله هو مسلسل متوسط ما يتحطش اسمه أصلًا لا من قريب ولا من بعيد بأفلام دينيس فيلنوف العبقرية، وتقييمي للموسم الأول من Dune Prophecy هو 6.5 من 10. ده كان رأيي السريع في المسلسل، مستني أعرف رأيكم وهل هترجعوا تكملوا المواسم الجاية أو لأ، وكالعادة لو وصلت لحد هنا شكرًا جدًا، يا رب تكونوا استمتعتوا، أنا محمود، سلام.